الكوره ما بتلعبش بالتاريخ، الكوره لو بتلعب بالتاريخ كان زمان ابو تريكه بيلعب في الاهلي لحد النهارده. حلو. نهارك سعيد يا اكسلانس، نهارك سعيد يا بص يا سيدي، حلقه النهارده من الحلقات اللي مش عايز منك لا لايك ولا اشتراك ولا شيء، انا عاوز منك طلب واحد بس، انك تكمل الفيديو ده معايا للنهايه. قبل ما ابدا محتاج منك ثانيه واحده بس. اخواتي الكتيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم فيها في اخبار النهارده. قبل ما ابدا الحلقه طالب منك طلب صغير بس، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين، فصلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، قبل ما اطلع اتكلم في الحلقه وانا بكتب لك في الكراسه اهيت، اقسم بالله قعدت اسال نفسي سؤال واحد بس، هو انا ليه بعمل فيديوهات؟ بعمل الفيديو دي ليه؟ عشان مشاهدات واطلع مايل رايك لحاجه معينه، ولا طلع اقول رايي انت اقتنعت بيه اهلا وسهلا، ما اقتنعتش ممكن ترد عليها في الكومنتات. قلتها لك النهارده وامبارح وقبل كده، اسمع كلام نفسك واطلع اتكلم بعقلك، ما تخليش غيري او انا او اي حد يوجهك. فانا النهارده جاي اقول لك رايي، لو رايي ده عجبك ماشي كان به، لو ما عجبكش ممكن ترد عليها في الكومنتات. النهارده او منذ قليل انتهت مباراه النادي الاهلي قدام شباب بلوزداد، اللي قلت لك شباب بلوزداد اعد العده والعتاد لماتش مهم جدا، واخد اللي عاوزه من اللقاء، فوز مهم لشباب بلوزداد على ملعبه وسط جماهيره على النادي الاهلي في مباراه كارثيه من جميع النواحي. تمام؟ تعال ناخد الموضوع واحده واحده. بص يا سيدي، تقول لي اسباب الخساره، انا كاتب لك 4 اسباب. الاربع اسباب الخساره بالنسبه لي اقول لك رايي، مش عاجبك كلامي رد عليا تاني في الكومنتات. حلو. اول حاجه معايا وهو محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. بص يا سيدي، تعال نتكلم بالراحه. حلو. الشناوي عمل ايه في الماتش؟ ولا اي حاجه، ولا اي كوره خطيره جت على مرماه لحد الدقيقه 90. ماتش يعتبر خلص، جماهير بلوزداد ولاعيبه شباب بلوزداد خلاص مستسلمين، هم راضيين بالنقطه. كوره شبه ميته بتنشاط من عيل، مع احترامي طبعا هو لعيب كبير في شباب بلوزداد، لكن تنشاط من عيل اقوى من كده. تروح لايد محمد الشناوي اللي يعملها اسيست في تباطؤ واضح لدفاع النادي الاهلي. يعني الكوره هو شالها بطريقه وحشه فردت، فالدفاع موجود منهم احمد كوكا، ولا هم هنا مفعلين وضع كنت عكس اللي كانت موجوده في التمثيليه. لكن دفاع نايم، كوره ارتدت من حارس مصر محمد الشناوي، كوره ما تخشش في عيل صغير. غلط فيها محمد الشناوي وغلط فيها اكتر دفاع النادي الاهلي. بتحمل الجول لمين؟ بحمله محمد الشناوي. تقول لي ليه؟ اقول لك هو كده، افهم بعقلك وشوف. محمد الشناوي اللي بيعاني من تذبذب واضح في المستوى. احنا كده خلصنا من اول سبب في هزيمه النادي الاهلي، ولو مش عاجبك كلامي رد عليا برضه في الكومنتات ورايك يحترم. تاني حاجه معايا هو المدير الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر. بص يا سيدي، مارسيل كولر بدا بتشكيل غريب، اكنك جبت حد من الشارع كده ما يعرفش لعيبه قلت له يلا حط لي 11 لعيب يلعبوا. اقسم بالله اللي اتفاجئت منه وانا ببص على التشكيل، ليه مروان عطيه بره؟ يعني انت عايز تفهمني ايه من التشكيل ده؟ مروان عطيه اللي انت بتحطه وتحط ال10 لعيبه حواليه بره تشكيل الاهلي. لو بتقول لحد ماشي في الشارع، انا قلت لك الاهلي ده لو جبت له وزه ماشي في الشارع قلت لها امسكي تدريب النادي الاهلي هتجيب بيه بطولات مع احترامي لمارسيل كولر. لكن النهارده تشكيل خزعبلي مؤثر ضيع الماتش. تمام؟ حلو. ليه التشكيل ده؟ الله اعلم. تمام؟ مروان عطيه بره. والحاجه اللي انا مستغربها مع اني بحبه جدا، ليه كريم الدبيس في ماتش زي ده ومش في مكانه بيلعب وينج؟ خد بالك بقى من الكلام. الحاجه اللي تحرق قدام ان احنا برضه مش هنفضل او جماهير الاهلي ما تطبلوش لحد، كلها غلطان. ايوه غلطان. حلو. ليه كريم الدبيس وما بتلعبوش بالك فتره وبقى تدخله واحده حاجه صغيره بتلعبه وينج شمال؟ طب يا يحيى عطيه الله عمل ماتش، مش عايز اقول لك ماتش، مش عايز اقول لك كلمه وحشه، يحيى عطيه الله عمل ماتش واحد طلعه ورجع كريم الدبيس باك شمال، لكن ده ما حصلش. حلو. تزامنا مع مستوى كارثي خالد عبد الفتاح اللي مش عارف بقاله فتره طويله، مش عايز من ساعه ما اتعاقد معاه ما بيقدمش اداء كويس. الراجل ده مش داخل في قيمه النادي الاهلي بصراحه اتنقل. حلو. طيب تعال نتكلم بقى في نقطه معينه، وحاجه انا مستغربها من مارسيل كولر قوي وقلتها لك قبل كده، هو مش مقتنع بيه وهو مش جايبه على مزاجه ورايح الاهلي عشان خاطر ما يروحش الزمالك. عمر الساعي بره في اداء هو وقفشه، يعني قفشه عمر الساعي بره، وعندك الاهلي تايه مفيش. اللهم بيلعب كويس هو وسام عليه، الراجل من تحت لفوق ليمين لشمال. لكن تزامنا كمان ان انا بقول لك قفشه بره عمر الساعي بره، ان انا قلت لك ان مارسيل كولر مش عايز عمر الساعي والاهلي اتعاقد معاه عشان خاطر ما يروحش الزمالك، ودي حقيقه. وانا قلت لك بعد كده قول الحقيقه ما تطبلش لحد، ودي الحقيقه. تمام؟ مع تزامنا لمستوى خزعبلي لحسين الشحات اللي ما بيبانش غير في سنه التجديد.
ودي باينه قوي للاعمى. فانا زي الزملكاوي بوجه رساله، انت برضه كلامي جه على مزاجك كان ما جاش على مزاجك برضه رايك يحترم وممكن ترد عليه في الكومنتات. حسين الشحات اللي بقاله زي ما بقول لك ما بيطلعش اون فاير ويكسر الدنيا، هو انا بحس كده ان حسين الشحات، على فكره حسين الشحات جامد عشان تبقى عارف، لكن انا بحس كده ان حسين الشحات في دماغه انه قفل اللعبه خلاص. راجل بيلعب بنزاهه، راجل بيلعب مش عايزك اطول في الحته دي لان في ناس بتحب حسين الشحات جدا جدا جدا. الراجل ما بيلعبش لذلك رساله التجديد. انت شايف عكس كده برضه رايك محترم ورد عليه في الكومنتات. طب الهزيمه تروح لمين اكتر؟ تروح زي ما قلت لك لمارسيل كولر، لانه السبب في ان محمد الشناوي هو يبقى في التشكيل الاساسي. كمان من غلطان بالنسبه لنا راجل الزملكاوي، لا ليها في الطول ولا في الطحين زي ما بيقولوا، لا ليها في الجمل ولا الجماء، جمهور النادي الاهلي. جمهور غلطان ولا غلطان؟ بص يا سيدي، محمد الشناوي بقاله فتره بيقدم مستوى وحش. حلو، انت بقى طالع لو قلت لك عواد احسن حارس مصر، الشناوي فين ودعم للشناوي غريب طالما في مقارنه مع الزمالك. لكن انت كراجل اهلاوي هتطلع تقول لهم بالعقل كده الكوره ما بتلعبش بالتاريخ، الكوره لو بتلعب بالتاريخ كان زمان ابو تريكه بيلعب في الاهلي لحد النهارده. حلو، لكن الكوره ما بتلعبش بالتاريخ، الكوره بتلعب بالاداء. حلو، فانت النهارده ده محمد الشناوي خزعبلي ما يعرفش يقدم اداء، اقسم بالله لو عيل صغير ما هتخش في جول مع احترامي. حلو، فالمفروض كان شوبير هو اللي يبدا. انا ما اعرفش ليه كميه الظلم لشوبير. انا عارف وانت عارف ان عمر الشناوي ما هيقعد دكه لشوبير، ويمكن ما حصلتش قبل كده. لو حصلت فكرني اللهم يعني نكون نسيت، لكن انا ما شفتهاش ان شوبير بيلعب والشناوي قاعد دكه. لا، الشناوي على طول بره السكور شيت، لان انت عارف وانا عارف ان الشناوي مش هيقعد دكه لشوبير الا بالغصب. حلو حلو، فانت النهارده بتدعم الشناوي هو وحش، لا احسن حارس مصر طالما مقارنته مع الزمالك، لكن لو مقارنته مع اي حد تاني مع شوبير هتقول لا شوبير احسن. فالجمهور غلطان، ايوه غلطان. تمام، بص حاجه كمان بقى اللي مغلطني في الجمهور وده سبب مشترك. السبب الرابع هي الاداره اللي هي النهارده غلطانه بسبب ان هي ما دعمتش الفريق. وقلت لك قبل كده الاداره ما دعمتش الفريق، هي جابت لك النواقص. يعني ماشي محمد عبد المنعم جابت لك اشرف داري، بالمناسبه النهارده اشرف داري عامل مباراه كويسه خالص. اشرف داري عامل مباراه كويسه جدا 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 النهارده. حلو، من نجوم اللقاء. تمام، فانت النهارده جايب لك اشرف داري مكان عبد المنعم، يحيى عطيه الله مكان علي معلول، مش عارف مين مكان مين. حلو، لكن دعمت؟ لا ما دعمتش. انت النهارده هات لي جمهور السوشيال ميديا مع احترامي، انا بتكلم كل كلامي على جمهور السوشيال ميديا، جمهور الصفحات، لكن جمهور الاهلي عارف الحقيقه وجمهور ذكي مش غبي مع احترامي لهم طبعا. تمام، لكن النهارده انت عارف ان ده غلطان. جمهور السوشيال ميديا ما بيطلعش ينتقد الاداره ليه؟ بس انت كده فهمت، مصالح شخصيه. لكن النهارده في مباراه صعبه على جمهور النادي الاهلي، لان المباراه زي ما قلت لك كان جمهور بالوزداد فرحان بالنقطه قوي، بتمزج يا راجل، واقسم بالله هو ماشي وفرحان. يحصل ايه بقى؟ غلطه من دفاعات النادي الاهلي، وغلطه كمان محمد الشناوي بتكسب شباب بالوزداد مباراه ما كانوش يحلموا بيها في الوقت بدل الضائع. انا عايز اسال سؤال، مارسيل كولر عمل حاجه هتجنني، منزل اعتقد قفشه ولا مين، وتغييرين كمان في الدقيقه 97. يعني راجل مهزوم وحاطط اسلحتك كلها بره وراجع بعد. اللي يزعلني كمان مش ما يزعلني، انا مش يعني انا مش زي ما قلت لك ماليش في الطول ولا في الطحين زي ما بيقولوا، لكن جمهورنا ده المفروض يفهم. انت ليه كولر مغير 97 وقف الدقيقه 97 ليه؟ انا والله اعلم. فالنهارده انت بتدي شباب بلوزداد روحه، بترجعه تاني للعوده انه يتاهل، وممكن يتاهل على حسابك انت كمان. لان المجموعه النهارده بتتكلم في كام؟ الاهلي 7 بالوزداد 6، اورلاندو بايرتس 5 وسيبجان 1 طلعوا بره الحزب. ف7 6 5 المجموعه تكدست، والماتشات الجايه هتبقى صعبه قوي. كولر بقى بعد اللقاء ما تحس انه مكلم نفسه، ايه التشكيل كان فيه مشكله ومش بتكلم احنا ليه؟ او بتكلم جمهور الاهلي ليه؟ اما انت راجل بتعمل ايه؟ ويطلع النهارده اخبار انا قلت لك كولر مش ماشي عشان تبقى عارف، وباكد لك تاني كولر مش ماشي. اللهم انا بلغت، اللهم فاشهد. هيطلع ناس دلوقتي العاديه كولر رسميا رحيل، كولر رسميا تعيين فايلر، رسميا مش عارف اتفاوض مع مين، رسميا الكابتن محمود الخطيب هيعقد جلسه مع كولر للرحيل، رسميا مش عارف ايه. هتسمع كلام حصريات كتير. انا بقول لك الحقيقه كولر الفتره الاخيره مش مركز مع الاهلي، يمكن بسبب عدم وجود تدعيمات ماشي، لكن اخطاء النهارده اخطاء مدرب واضحه 90% 100% كمان. فتسالني على رايي، انا هجيب لكولر النواقص وابدا احكم عليه. لكن انت النهارده هتخليك تمشي مدرب حاصل معاك على كل البطولات، انا معاك. بص، اي مدرب كويس بيجي له كبوه عادي، يعني انت مش هتجيب مدرب يكسب لك كل الماتشات، انت ممكن تمشي كوره وتجيب مدرب يغرقك. انا بقول لك الحقيقه، انا برضه
مش عايز اطول عليك، انا هنا وصلت النهايه. انا هطلب منك طلب واحد بس اخير، وانا اسف ان طولت عليك. لو كلام عجبك دي بدماغك تعمل لايك، ما تعملش حاجه حره ليك، لكن طالما انت وصلت للنقطه دي انا اللي بحييك انك كملت معايا الفيديو النهايه، وبحبك في الله، وان شاء الله اشوف حلقه جديده. سلام.